وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الاماني وتاني ننفد بجلدنا تاني وراجعين تاني نخستع في الشوط تاني الاداء مش مستمر في الشوط الاولاني زي الشوط تاني. مرة تانية الاسماعيلي بيفاجئنا بعد مباراة رائعة جدا سيطرنا فيها على الاسيوطي وخدنا منه ال3 نقط من حباب عينيه في ملعبه. هو يعني ايه حباب عينيه اساسا؟ نرجع تاني نلعب شوط وشوط. حاجة غريبة جدا من نادي الاسماعيلي. بس المكسب دايما بيغطي على سلبيات المباراة، بس لو كانت السلبية متكررة دايما بيفضل جوه حلقك كده تفاحة ادم بتاعتك خنقة كده من الحتة دي. يا جماعة حد يشوف الفرقة ليه بتلعب في شوط وشوط؟ لا حرام عليكم. اصابه بهاء مجدي فزعتنا وفزعت ريكاردو، وعلى عكس دي ماريا لاعب ريال مدريد السابق لما رجع يلعب في الدفاع، دي ماريا بتاعنا ابراهيم حسن لما رجع يلعب باك ما كانش بالاداء المنتظر يعني. ودي كانت نقطه ضعف كبيره جدا حالت ضد استمراريتنا، وكانت هتحول ضد ان احنا نلعب اساسا من اول المباراه بطريقه هجوميه لو كان دمنهور فريق عنده الجرأه الكافيه ان هو يهاجمنا من الدقيقه الاولى بكل خطوطه. التشكيل بتاعنا كالمعتاد 4-4-1-1، والقصه معروفه. الاسماعيلي الموسم ده قصته بتبقى واحده من 3، يا اما احنا مسيطرين من الاول واخدينها رايح جاي زي ما عملنا مع الرجاء وزي ما عملنا مع الاسيوطي، يا اما مفيش صفر مفاجاه اندهاش زي ما حصل في مباراه الاهلي ومباراه الزمالك، يا اما شوط وشوط لا. قصه من 3 قصص احنا اخترنا ان احنا نبقى القصه الثالثه فيهم الاسبوع ده، القصه الثالثه، وهي ان احنا نلعب شوط وشوط لا. احنا استهترنا في الاخر بس يعني الحمد لله ربنا كرمنا. ممكن المره دي يكون الجهاز الفني معذور في الحته دي بسبب الاصابه والايقاف، بس بعيدا عن كل ده اكبر ايجابيه في المباراه دي والايجابيه اللي مكمله معانا من اول الموسم ان هو حتى واحنا وحشين ما بنخسرش. احنا لغايه دلوقتي ما خسرناش ولا مباراه. كنا وحشين قدام الاهلي ما خسرناش، كنا وحشين قدام الزمالك ما خسرناش، نلعب شوط وشوط لا ما نخسرش برده. وفي النهايه التاريخ دايما مشكلته معانا احنا كنادي اسماعيلي ان هو ما بيذكرش الاداء اللي في المباراه. لما تخش ويكيبيديا تشوف مثلا مين بطل الدوري سنه 2005 مش هيقول لك ان الاسماعيلي كان اداؤه حلو في مباراه المقاولين مثلا، هيقول لك الاسماعيلي كسب ماتش وخسر ماتش وفي النهايه البطل كذا. ففي النهايه النتائج لاول مره بتتحالف مع الاسماعيلي. احنا طالعين فايزين في المباراه دي واحنا محتاجين نحتفل بالفوز ده، بس ما نحتفلش قوي لان المباراه الجايه عندنا المقاولين، وان كنت ناسي المقاولين يوم السبت 20 ديسمبر هنقابل المقاولين في مواجهه من رايي من اهم مواجهات الاسماعيلي خلال الموسم. المواجهه دي احنا محتاجين نكسب فيها علشان العامل النفسي بتاعها بيبقى مهم جدا عند لعيبتنا. احنا كل ما بنبقى عاليين بنخسر من المقاولين. تقسيمه مباراه دمنهور كانت كالاتي: 54 دقيقه لينا و36 دقيقه ليهم، وطبعا نجم المباراه كان جون انطوي. لك ان تتخيل لو جون انطوي ما كانش موجود في الاسماعيلي كان الوضع هيبقى عامل ازاي؟ ده كان هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد. وده اللي ينهي الجزء الاولاني من حلقه الاسبوع ده، وكده ما يبقاش فاضل غير حاجه واحده بس، وهي اننا نعرف هل البيضه بتيجي قبل الفرخه ولا العربيه هي اللي بتقف قدام الحصان. الاجابه بسيطه جدا، ايوه البيضه بتيجي قبل الفرخه والعربيه بتقف قدام الحصان، بس ده في حاله واحده بس، لو اللاعب او المدرب او حتى رئيس النادي جه قبل الشعار. النتائج الاخيره للفريق لو اقصينا منها نتيجه مباراه الزمالك هنقول ان هي نتائج رائعه جدا، والنتائج دي بدات تشغل جمهور الاسماعيلي عن اللي بيحصل جوه النادي او عن اللي هم شافوه وعدى. حاجات اللي عدت دي المفروض انها ما تعديش. يعني مثلا لما لاعب بحجم شوقي السعيد لاعب دولي المفروض انه بيلعب في المنتخب يقوم كاتب على الفيسبوك البيت بيت ابونا والغرب يطردونا. لا مش انا اللي بقول، ده هو اللي قال في اخر الاستاتوس ده. البروفايل بتاعه هو حر فيه مبدئيا، بس هو المفروض ان البروفايل بتاعه ده بيعبر عن وجهة نظر لاعب بيلعب في النادي الاسماعيلي مختلف مع المدرب، فقمت جاي قايل له على الفيسبوك. وفي النهايه مين اللي يحل الموضوع ده؟ تعالى يا حاج حل لنا الموضوع ده. وبعدين برضه انا شوقي برضه بهديه، بقول له شوقي ايه ده؟ مفيش كلمه على الفيسبوك ومفيش كلمه كده وكده، لان ولاده حرام كتير قوي. طب من الاول كده بدون حساسيات، لا المدرب ولا اللاعب ولا الحاج اهم من الشعار بتاع النادي ولا ايه؟ حاجه تانية من الحاجات اللي المفروض ما تعديش كده، وهي مثلا بانر زي ده
البانر اللي فجاه بقى موجود في استاد الاسماعيلي بانر تهنئه، لا هو مش تهنئه، ايه الكلمه اللي انا بدور عليها؟ بانر تطبيل لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. طب من الاول كده انت مأجر استاد الاسماعيليه مش مأجره، ده رمز للنادي الاسماعيلي. استاد الاسماعيليه ده اعمل اللي انت عايزه بره الاستاد يا سيدي، اجر لافتات اعلانيه زي ما انت عايز، بس جوه الاستاد الاداره سكتت على الكلام ده ليه؟ بعد ما الموضوع اتطور على صفحات الفيسبوك طلع عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي حسين ابو السعود وقال ان اللي عمل كده يتحاسب. لغايه دلوقتي بحاول ادور على اللي بيتحاسب ده، مش عارف، هو شكله هيتحاسب عند ربنا مش هيتحاسب هنا. زي ما قلت النتائج نسيتنا حاجات حصلت. المشكله بتاعت شوقي السعيد وبتاعت ريكاردو دي اتمنى انها تكون اتحلت، واتمنى ان دي تكون اخر مره نشوف فيها كلام عن حاجات جوه النادي الاسماعيلي بره على الفيسبوك. يعني الموضوع ده البرنامج ده بيتكلم عنه من ايام محمد وهبه، ان في ناس بتخش على صفحات وفي ناس بتخش على جروبس وفي ناس على بروفايلاتها بتتكلم عن النادي الاسماعيلي وعن حاجات جوه النادي الاسماعيلي ما ينفعش تطلع. اي صحفي عنده 2 سم ملاحظه ممكن يعمل من الموضوع ده خبر يشهر بيه الدنيا. بس الحمد لله بقى ان احنا ما عليناش الضوء والتسليط بتاع النادي الاهلي ونادي الزمالك. شوقي السعيد رجع الملعب وريكاردو بيستغله احسن استغلال وكل الناس مبسوطه، وبدليل الرقصه دي. سيدي ورور 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 سيدي ورور. انا كمشجع اسماعيلاوي مبسوط جدا المشكله دي اتحلت ان اتحلت، وعلشان نمنع حدوثها تاني يا ريت كل لاعب يعتبر ان البروفايل بتاعه على الفيسبوك ده منصه تعتبر هي زي المنصه اللي انت بتصرح منها في اي مؤتمر صحفي. اي حد ممكن ياخد الكلام يقوله زي ما هو عايز. وبالنسبه للموضوع التاني فانا مستني اشوف مين اتحاسب في موضوع البنرات ده، مع اني متاكد ان ما حدش اتحاسب او ان هيترد عليا بكلام من نوعيه مسؤول بريزنتيشن في الاسماعيليه اتحاسب. صح، هو بريزنتيشن اشتريتنا، ما اقصدش اشتريتنا يعني راعتنا، لا اشتريتنا احنا. يعني مثلا كل مشجع من مشجعين الاسماعيلي هيمشي على قفاه كده ستيكر بريزنتيشن بعد كده؟ يا ريت نعرف حدود الرعايه فين لو سمحتوا. ولو فلوس بريزنتيشن كافيه قوي لدرجه ان النادي الاسماعيلي يخسر كرامته ويخسر شعاره ويخسر حتى شرفه اللي هو ماشي بيه، احنا مش نادي عندنا كل انواع البطولات اللي في الدنيا، او احنا اول نادي اتاسس في تاريخ مصر، يا ريت نعرف هل الكلام ده مدفوع فيه فلوس كويسه؟ ولو مدفوع فيه فلوس كويسه احنا ليه علينا ديون وليه علينا شكاوى وليه مخصوم مننا 6 نقط؟ في رايي كمشجع الشعار بتاع النادي بيجي قبل اي حاجه لو سمحتوا، ويا ريت اي حد يتعامل جوه الكيان بتاع الشعار ده يحترم الشعار ده، ويا ريت جماهير النادي الاسماعيلي ما تتشغلش عن الشعار، عن القضيه الاساسيه بتاعتنا ان احنا نعلى بالنادي ده تاني بعد ما نزل فتره طويله جدا. الاداره والعقليه الكويسه للعيبه والمدرب بتاعهم هي اللي بتضمن استمرار النتائج الكويسه اللي انت شايفها، عشان ما يحصلش فجاه الهبوط اللي يؤدي لحدوث كارثه في النادي الاسماعيلي ما نقدرش نصلحها بعد كده. ده كان كل الكلام اللي عندي الاسبوع ده، ولغايه ما اشوفكم بعد مباراه المقاولين تصبحوا على خير. عفروتو بره بتضيع، عفروتو بيحطها بقوه بتطلع فوق عرضة عصام الحضري وعلى طول بتضيع. فريق عمل الكرة لونها اصفر، وبالنيابه عن كل اسماعيلاويه بنحب نتوجه بالشكر لمصطفى محمود عفروتو، مش هننساها لك يا نجم. عفروتو عفروتو